أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم بعد غياب طويل، يعني ملي كنت في تونس، عدنا إلى إتمام الرياضة بطبيعة الحال. اليوم أول نهار وأول حصة إن شاء الله باش نعدوها اليوم في الصالة، يعني من أيام تونس. ها قد عدنا من جديد إن شاء الله وربي يسهل. صراحة فرق بعيد كبير كبير بين اللي كرانا وبين اللي مكراناش. والله نصيحة لكل واحد عنده ساعة فاضية في ال 24 ساعة يخصصها للتمارين. بصراحة ساعة رايح كيف برشا منكم قاعدين يعدوا فيها في القهوة، وأكثر من ساعة أضعاف. على الأقل تخصص ساعة يوميا، ساعة مستمرة، ممنوع عندك تتبدل بإذن الله. راهو الرياضة ما عندكش فكرة، لو كانت حاجة عادية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بها بالرياضة. في حديث قدسي يقول، في حديث عفوا اللي هو يقول: علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل، في دليل على أن الرياضة عندها دور كبير للإنسان. لذا نصيحة ليك، حاول ما تبعدش عن الرياضة. تجي عندي أنا الرياضة في المرتبة الثانية بعد العبادة، ما نكذبش عليك. صراحة فرق بعيد كبير كبير بين اللي كرانا وبين اللي مكراناش. والله نصيحة لكل واحد عنده ساعة فاضية في ال 24 ساعة يخصصها للتمارين. بصراحة ساعة رايح كيف برشا منكم قاعدين يعدوا فيها في القهوة، وأكثر من ساعة أضعاف. على الأقل تخصص ساعة يوميا، ساعة مستمرة، ممنوع عندك تتبدل بإذن الله. راهو الرياضة ما عندكش فكرة، لو كانت حاجة عادية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بها بالرياضة. في حديث يقول: علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل، في دليل على أن الرياضة عندها دور كبير للإنسان. لذا نصيحة ليك، حاول ما تبعدش عن الرياضة.
بعد التمارين وبعد الدوش الواحد يخرج صراحة بإحساس ما شاء الله ما يعتبر كلام ربي سبحانه. الله يعطيك محروم صراحة اللي ما يترناش، والله محروم صراحة اللي ما يترناش. نصيحة مني ليكم التمارين، ديما هذه نصيحة ما نكذبش عليك. بعد الدوش حسيت بروحي بإحساس رهيب، ما نحبش ان حتى واحد يتحرم منه الإحساس هذا. في الأخير ما تنساوش لايك وكومنتير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.